كثير من الناس يأكلهم هم الرزق ويستولي على قلوبهم الخوف على القوت، فيغفلون عن حقيقة عظيمة، وهي أن الرزق بيد الله وحده، يقسمه بحكمته ويعطيه من يشاء بغير حساب. ولو أن العبد صدق في توكله على ربه وأحسن الظن به لفتح الله له أبواب الفرج من حيث لا يحتسب. فاستمعوا إلى هذه القصة ففيها عبرة لأولي الأبصار. كان رجل صالح من عباد الله يخرج من بيته كل صباح متوكلا على ربه، فيقول لزوجته: إني ذاهب إلى العمل. وكان قصده في الحقيقة بيتا من بيوت العبادة يذكر الله فيه ويقبل عليه بقلب خاشع، يرجو رحمته ويطلب رضاه. فإذا عاد في المساء وسألته زوجته وقد اشتد بهم الفقر: أتعلم أنه لا طعام لنا أعدت بلا أجر؟ قال لها مطمئنا: إن الذي أعمل عنده كريم عظيم الجود، غير أني أستحيي أن ألح عليه في الطلب، وقد وعدني أن يعطيني أجر الشهر كاملا عند تمامه. فلما انقضى الشهر خرج الرجل الصالح كما كان يفعل وأقبل على عبادته خاشعا. وحين هم بالعودة إلى بيته دخل عليه الهم وقال في نفسه: قد انتهى الشهر، فبأي جواب ألقى زوجتي؟ ومشى إلى بيته وقلبه معلق بالله، حتى إذا اقترب فحت من الدار روايح طعام طيبة، فتعجب ودخل، فاستقبلته زوجته بوجه مشرق وقالت: أبشر، فإن الذي تعمل عنده عبد كريم. ثم قالت: في وقت الظهيرة طرق بابنا رجلان يعلوهما نور الوقار، فقال: هذا أجر عمل زوجك، وإن داوم على طاعة ربه وزاد إخلاصه زاده الله من فضله. ثم وضع عندنا لحما طريا وأطعمة متنوعة وفواكه لم نعرفها من قبل وكيسا من الذهب، ثم انصرفا. رحم الله من كان سببا في هذا الفرج، فقد بلغ بنا الجوع مبلغا شديدا. فلما سمع الرجل الصالح ذلك فاضت عيناه وسجد لله شكرا، وقال بقلب خاشع: سبحانك يا رب، ما أعظم فضلك وما أوسع رحمتك، وكيف لا تكون على كل شيء قديرا. ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ونختم بقول نبي الله يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.